ياه والله يا جدع، الفترة اللي فاتت دي كانت أحلى من الفترة دي بكتير جدا. الواحد كان بيخرج يقعد وبيعمل اللي هو عايزه، وبيروح وبيجي وبينزل في اليوم كتير وبيعمل كل اللي هو عايزه. والله يا ابني الواحد مش عارف بص دلوقتي ولا كأنه عايش أصلا. لو أنت أو أنتي كنتوا بتقولوا الكلام دوت اللي أنا لسه قايله دلوقتي، يبقى الفيديو ده ليكوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. بقالي حبة كده الفيديوهات اللي بنزلها على الشانل كلها بتتكلم عن ثانوية عامة، ازاي تكون جامد في ثانوية عامة، ازاي تذاكر، يعني الموضوع كله بيتكلم عن ثانوية عامة. فناس كتير قالت لي طب ما تتكلم شوية عن تطوير الذات والثقة بالنفس، عشان الفيديوهات دي بتفرق معانا جدا وبقالك كتير ما بتعملش الموضوع دوت. علشان كده قررت اعمل الفيديو دوت دلوقتي، وقلت اكيد مش هنرجع لتطوير الشخصية بفيديو اي كلام، ولا ايه؟ جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. لو انت او انتي من الناس اللي بتقولوا الفترة اللي فاتت كانت احسن من الفترة ديت بكتير جدا، على الاقل الواحد مثلا كان بيخرج وكان بيعمل كل اللي هو عايزه وكان يعرف ناس كتير جدا، بس دلوقتي لا، الواحد مش في افضل حاجة. يبقى انا عايز اقولك ان انت ماشي في حياتك بطريقة غلط جدا. ازاي؟ عايزك تفهم ان كل فترة لازم تستغلها اكبر استغلال، صح؟ علشان ما تجيش تقول بعد كده يا الفترة ديت يا ريتني والله العظيم كنت عملت فيها كذا، يا ريتني والله العظيم كنت عملت فيها كذا، وتفضل تلوم نفسك انك ما عملتش كذا في الفترة ديت، فتكون عايز تعمله في الفترة اللي بعدها اللي غالبا كده مش هينفع تعمله فيها. وعايزك تعرف حاجة، ان كل فترة ليها حاجات حلوة جدا وبتميزها جدا، وحاجات بنت وحشة جدا هتكون مقرفة جدا بالنسبة لك. عايزك تكون مقتنع وحاطط في دماغك ان كل فترة ليها حاجات جميلة وكويسة وليها حاجات وحشة. مفيش فترة هتبقى كلها جميلة وبامبي وكلها حياة جميلة وفل خروجات وكل حاجة زي الفل، ومفيش فترة كلها زي الزفت. وحتى لو بان لك ان في فترة كلها زي الزفت، اكيد هيكون فيها حاجات كويسة بس انت اللي مش واخد بالك منها. طيب السؤال المهم دلوقتي، ازاي تخلي اي فترة في حياتك تكون كويسة وتعرف ان انت تستغلها صح؟ اول حاجة، شوف ايه اللي موجود دلوقتي. مش عايزك تكون من الناس اللي بتقول انت عارف لو معايا كذا يا ده انا هبقى في قمة سعادتي، ده انا هبقى جامد جدا بس لو معايا بس الحاجة ديت. مع ان الناس اللي معاهم الحاجة ديت برضو بالنسبة لهم لا، هما برضو مش مبسوطين، هما برضو عايزين حاجة تانية بس انت ما تعرفش عنها حاجة، ومش بيستغلوا للأسف مش بيستغلوا الحاجة اللي معاهم دلوقتي. يعني مثلا انت لو في اي مرحلة من عمرك او انتي ومش معاك عربية، فتقولوا ايه؟ يا لو معايا العربية ديت ده انا هلف الدنيا، ده انا هعمل العربية ديت طيارة وهطير بيها في الدنيا كلها. وتفضل تقول لو معايا كذا لو معايا كذا لو معايا كذا، وتنسى ان دلوقتي في الوضع اللي انت فيه معاك حاجات كتير جدا غيرك برضو عايزها. فحاول ان انت تسأل نفسك انا ايه اللي موجود معايا دلوقتي؟ هتلاقي اجابات كتير جدا، انا معايا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ازاي كذا وكذا دولت استغلهم لصالحي علشان يفرحوني في المرحلة اللي انا فيها ديت، وهكذا. طبقوا ديت بقى في المرحلة اللي انتوا فيها دلوقتي، وصدقوني هتنبهروا بحاجات كتير جدا حلوة هتفيدكوا جدا وهتفرحكم جدا، بس للأسف مش بتستغلوها. طيب دي كده اول حاجة. تاني حاجة، اعرف انك لازم هتتعب. عايزك تكون متفق معايا وانت كمان نكون متفقين كلنا ان اي مرحلة في حياتك لازم هتتعب فيها. مفيش حاجة اسمها مرحلة هتعدي كده عادي اللي هو بالحب، مفيش تعب، مفيش اي حاجة، مفيش الكلام ده خالص على ارض الواقع. مفيش
فلازم تعرف انك هتتعب وتكون مستعد انك تتعب. بس في فرق ما بين انك تتعب وانت مبسوط وانت فرحان بالحاجه اللي انت بتعملها، وتتعب وانت اصلا مش حابب الحاجه ديت، فاهم؟ فعشان كده بقول لك تستغل كل فتره صح، وتكون عارف ان الفتره ديت اكيد لازم هتتعب فيها. تالت حاجه، ما تقارنش نفسك باي حد. عايزكم تكونوا عارفين ان اي مرحله في عمرك هيكون في ناس اعلى منك بيعملوا حاجات انت نفسك تعملها، وناس اقل منك نفسهم يعملوا الحاجات اللي انت بتعملها. انا بقى عايزك بما انك بتتفرج على محمد سعد، يبقى لازم الكلام دوت يكون محفور جوه دماغك. ما تقارنش نفسك باي حد خالص، لان الشخص الحقيقي اللي لازم تقارن نفسك بيه هو نفسك امبارح، مش من سنه، لا مفيش الكلام ده، نفسك امبارح، لانك كل يوم هتفضل تطور من نفسك فهتبقى افضل. فقارن نفسك بنفسك بس، لكن ما تقارنش نفسك باي حد تاني خالص. وتكون عارف ان اي حاجه انت بتعملها في المرحله ديت اكيد هتفيدك وهتعود عليك بالخير وهتخليك مبسوط وفرحان. قبل ما ندخل على رابع حاجه، يا ريت لو استفدت من الفيديو ولو 1% لحد دلوقتي انزل اضغط لايك وسبسكرايب وروقوا عليا كده يا جدعان. انا مش عارف ليه انتوا مش بتضغطوا لايك وسبسكرايب. اضغطوا لايك وسبسكرايب يا جدعان عشان عايزين نكبر القناه ونوصل لاكبر عدد من الناس. رابع حاجه، عشان تخلي الفتره اللي انت فيها فتره تعرف تستغلها صح وتكون مبسوط فيها، ما تضيعش وقتك. اوعى تضيع وقتك في اي مرحله من عمرك او في حياتك عامه. ما تضيعش وقتك، اعرف ان الدقيقه اللي بتمشي مش هترجع تاني. واحد يقول لي طب ما الكلام دوت منطقي جدا وبديهي جدا، بقول لك جميل طالما انت عارفه، بس الفكره ان احنا عارفين كلام كتير بس مش بنطبقه على ارض الواقع، والكلام دوت غلط. اوعى تضيع وقتك في اي حاجه مش هتفيدك. قبل ما تعمل اي حاجه، الحاجه ديت هتفيدني او هفيد بيها غيري، المهم في افاده في الموضوع، يعني اي حد هيستفاد. لو مفيش حد هيستفاد يبقى خلاص دوت كده اسمه تضييع وقت. ما تضيعش وقتك خالص، عشان الوقت اللي بيروح مش هيرجع تاني خالص. ولازم تكون عارف ان الوقت كالذهب ولكن نحن لا ندري. خامس حاجة، خليك مميز. في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي دوت، اسهل حاجة ممكن تعملها انك تكون مميز وسط المكان اللي انت فيه. والله بتكلم بجد، دلوقتي الناس بقت بتقلد بعض بطريقة مرعبة. يعني انت عندك ايه؟ عندك كذا، انا هعمل زيك. انت عامل شعرك ازاي؟ كذا، انا هعمله زيك. انت لابس ازاي؟ كذا، انا هلبسه زيك. بص، اي حاجة بيقلدوها بجد والله. طريقة كلام، بتتكلم ازاي؟ انا هتكلم زيك. طب انت بتتكلم كده ممكن بينتمي الناس، مش مهم انا هقلدك. بجد ده الناس دلوقتي. فانت انك تخليك مميز في لبسك، في شعرك مثلا، في طريقة كلامك، في اسلوبك، في مشيتك، الحاجات ديت هتميزك وسط الناس اللي حواليك. والله مميز دوت مش اللي هو بقى راجل خارق وبيعمل حاجات ولازم يكون فورمه جامده قوي ولازم يكون جامد جدا في الكلام وجامد جدا في كل حاجه خالص. والله بحاجات بسيطه جدا ممكن تخلي نفسك مميز وسط الناس اللي حواليك. سادس حاجه واخر حاجه هنختم بيها الحلقه النهارده، قول الفتره ديت حلوه واستمتع بيها. بص، الكلام اللي بتقوله لنفسك بنسبة 80% بيشكلك في الوضع اللي انت بتتعامل فيه دلوقتي. فانت لو قلت لنفسك الفترة ديت وحشة وزبالة وانا مش عارف اعمل حاجة فيها ومش عارف اعمل زي فلان او مش عارف اعمل كذا، هتلاقي نفسك الكلام اللي انت بتقوله لنفسك هتصدقه فعلا بجد والله. فانت قول لنفسك الفترة اللي انا عايش فيها دلوقتي دي جميلة جدا وانا هعرف استمتع بيها وهشوف ايه الحلو منها وهستخدمه وايه الوحش وهتعلم منه عشان الفترة اللي بعد كده اكون كويس والحاجات اللي انا مريت بيها ديت تبقى كخبرة في حياتي. وبس كده، ده اللي كان عندي اقولك النهارده، وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لو استفدت من الفيديو ولو 1%، انزل اضغط لايك وسبسكرايب، بجد الموضوع دوت مهم جدا. اضغطوا لايك وسبسكرايب عشان عايزين نكبر القناة. وبس كده، الى اللقاء في فيديو اخر، سلام.